اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده، وجايبه لكم النهارده وصفه ما حصلتش، وصفه من ايام اجدادنا واهالينا زمان كنا بناكلها وبنستمتع بيها، حلوه قوي. ممكن بتوع اليومين دول ما يعرفوهاش، ولكن وصفه حلوه قوي ومغذيه قوي وسهله قوي. وقبل ما نبتدي الوصفه، اللي اول مره يشوفني انا اسمي سلمى، واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبتكم الوصفه لايك وشير، ويلا بينا على الوصفة. معانا ربع كوباية زيت، وكده الزيت بتاعنا سخن قوي اهوت. معانا معلقة واحدة دقيق باللي هي المعلقة المعيارية برضو، شايفين عشان الزيت سخن بيفور ازاي، اللي هي المعلقة دي. وهنقلبها شوية لحد ما نلاقي لونها ايه بدأ يغير ويبقى ذهبي شوية كده. هي كده بدأت تغير اللون بتاعها، شايفين. ومعانا 2 معلقة سمسم بالمعلقة المعيارية. السمسم والسوداني دي حاجة اختيارية ليكي انتي، حطي سمسم، حطي سوداني، حطي مكسرات، حطي كتير، حطي شوية. انا ما عنديش سوداني فهحط اللي هي عين الجمل. وهنشوحهم شوية يتحمروا حبة كده عشان تبقى مقرمشة ما تبقاش مندية. شايفين الدقيق بدأ لونه يصفر ازاي. ومعايا نص معلقة حبة البركة، بس انا طحناها يعني قلبنا فيها دقيقتين كده. معانا نص كيلو عسل اسود، ومعانا كمان معلقة حلبة مطحونة. ونبتدي ننزل العسل بتاعنا. انا حاطه في حله كبيره شويه عشان العسل ما يفرش ويطلع بره. لو انت عامله كميه كبيره وخايفه ان هو يسكر، ممكن ان انت تحطي عصير ليمون. وهنوطي البوتاجاز علشان ما تفرش مننا. شامين الريحه؟ واو على الريحه، ريحتها جميله جدا. احنا نقول عليها حلبه معقوده، في ناس تقول عليها مفتقه. طبعا عايزين نختبر ان كانت استوت ولا لا، هنعرفها ازاي؟ هنعمل المعلقه بالشكل ده، شايفين كده، وهنيجي جايين من النص كده عاملينها كده، مسحتش على بعضيها اهي، تبقى استوت. لو لمت على بعضيها تبقى كده لسه نيه، يبقى كده عندنا الحلبه بتاعتنا استوت. هي خفيفه كده، بس اما بتبرد بتتقل. وكده خلصنا الحلبة بتاعتنا، ما خدتش وقت في العمايل خالص، يعني ما بتاخدش 5 دقايق بجد يعني. وبتطلع لنا كمية حلوة قوي. شايفين نص كيلو عسل عمل لنا قد ايه، وطعمه وريحته تجنن. وادي السمك بتاعها، وبتتقل لما بتبرد. وبجد بجد طعم وريح